دي حاجه جميله انك بتجمع الناس كلها، مثلا اللي انت مريت في حياتك كلها معاهم مثلا ببطوله اي حاجه، مثلا رحت فرقه كان فيها مثلا لعيب اتعرفت عليه، يعني كل ده بيتجمع على مائده واحده، يعني بتفطروا مع بعض وبتبقى قعده لذيذه وبتفتكروا الذكريات شويه انت فاهم، يعني الحاجات دي في رمضان بتبقى كويسه يعني، فدي حاجه جميله جدا يعني من كابتن مجدي عبد الغني ان يعمل حاجه زي كده يعني. احنا متعودين كل سنه ان عندنا مجلس اداره في جمعيه اللاعبين المحترفين مع الكابتن مجدي، متعودين كل سنه ان احنا بننظم فطار لاعضاء الجمعيه والغير مشتركين والمدربين المصريين في الدوري المصري. الحمد لله السنه دي اشتغلنا عليها بشكل كويس جدا. السنين اللي فاتت ممكن ما كانتش بتلاقي الصدى المناسب، ويمكن كانت للظروف اللي بتمر بيها البلد. السنه دي الحمد لله متنظمه بشكل كويس جدا، شارك عدد كبير جدا من اجهزه فنيه ومن مدربين قدامى ومن لاعبين حاليين ومعتزلين اعضاء في الجمعيه. بنصدق فيها على قرارات مجلس الاداره وبنناقش بعض القضايا المستقبليه او السابقه. الحمد لله بنتمنى ان احنا دايما نكون عند حسن ظن اللاعبين المشتركين معنا في الجمعيه. ما فيش شك طبعا حفل جميل، بشكر كل القائمين على هذا الحفل، كوكبه كبيره جدا من النجوم على المستوى الفني والسياسي والرياضي. يعني اعتقد ان جمعيه اللاعبين المحترفين من الجمعيات المشهره اللي بتأدي دورها بشكل جيد. كابتن مجدي عبد الغني، كابتن صلاح فتاح، كابتن مجدي عبد العاطي، كل دول الحقيقه عاملين مجهود كبير معاهم يعني. انا مبسوط النهارده، انا موجود النهارده مع الجمعيه وفي عدد ما شاء الله كبير جدا، والجمعيه سنه عن سنه بتكبر، ويا رب يا رب من سنه لسنه تبقى اكبر ان شاء الله، ويبقى الناس تبقى يعني عندها وعي بالحاجات دي شويه. النهارده حاجه كويسه جدا الكابتن مجدي عبد الغني عاملها كرئيس للجمعيه، ورينا النهارده شفنا ناس كتير النهارده كرؤساء انديه، وشفنا ناس موجوده شغاله في المجال الرياضي. الصراحه حاجه كويسه، كنت منتظرها تعمل من الاتحاد المصري فتعملت من الجمعيه نفسها، فانا بقول للكابتن مجدي متشكرين جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله كل سنه في خير دايما ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هو التجمع رائع جدا ولفته كريمه من جمعيه المحترفين في جمهوريه مصر العربيه، الكابتن مجدي الذي يرأس هذه اللجنه الدور الكبير والدؤوب اللي يقوم فيه لتجميع والتعريف بهذه الجمعيه ودورها في مصر وحمايه اللاعبين للمستقبل. فهي لفته كريمه وجميله كالعاده الكابتن مجدي عبد الغني وكل اعضاء ومنتسبي هذه الجمعيه. اتمنى لهم كل التوفيق، اللي بدات تاخذ دور كبير حتى على مستوى اتحاد عالمي اللي مثل هذه المؤسسه التي تكون تحت رعايه اللاعبين المحترفين لضمان مستقبلهم يعني بادرة طيبة جدا جدا وممتازة جدا جدا من جمعية اللاعبين المحترفين المصرية. مثل هذه اللقاءات ومثل هذه التجمعات حقيقة يعني عامل أساسي في تقوية الروابط وفي إزالة الكثير والعديد من المشاكل. مثل هذه التجمعات تخلق الألفة وتخلق التكاثف والنقاشات التي قد تفيد في تطور الكرة وفي تحسين وضعية اللاعبين المحترفين. الحفلة جميلة قوي، فيها فعلا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين القدامى، بس هو جو جميل جدا وجو أسري حلو قوي، وفعلا كابتن مجدي عبد الغني عامل شغل حلو قوي، وكونه ان هو يجمع اللاعبين ده لفتة جميلة قوي منه. أنا شايف إن دي حاجة جميلة جدا، إن تجمع اللاعبين سواء القدامى أو اللاعبين الحاليين، فده يعني بيدي روح التعاون وروح الحب ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. عبد الناصر ده اجدع بني ادم شفته في حياتي، ده اللي اقدر اقوله بجد والله. عارف ليه؟ لانه شهد مره معايا شهاده حق وما خافش من البلطجيه، وراح شهد بما شافه، ويمكن صاحب القناه بعد كده مشاه، لكن عبد الناصر صعيدي جدع.